السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبكل الاحوال طيبه بحول الله. مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم كنز غذائي لصحتكم وصحه وليداتكم. غتكون عباره عن وصفه لدهن الخبز طبيعيه وصحيه لكم 100% ولذيذه في نفس الوقت. كنتمنى ان شاء الله من كل قلبي ما تفلتوش هذا الفيديو اخواتي وتتبعوه حتى الاخير. ما تنسونيش من تشجيعاتكم من تعاليقكم الطيبه. خليكم ان شاء الله مع الوصفه وفرجه ممتعه بحول الله. نبداو على بركة الله بالمكون أو الكنز الغذائي اللي غنستعملو في هذه الوصفة. هو بذور اليقطين أو زريعة القرعة كيف كنسميوها في المغرب. راه فعلا كنز غذائي وضروري أننا ندرجوها في النظام الغذائي ديالنا من أجل صحتنا وصحة وليداتنا. عندها بزاف ديال الفوائد أخواتي، غنعطيها لكم يعني نعطيكم شوية ديال الفوائد ديالها بسرعة قبل ما نبداو الوصفة. راه غنية أخواتي بالأوميغا 3 و6، كتساعد على تعزيز صحة القلب. أيضا كتساعد في تحسين جودة النوم وكتهدئ الأعصاب. كتقوي المناعة ديالنا لأنها غنية بالزنك، وأيضا كتحسن الصحة ديال الشعر والبشرة لأن كيف قلنا غنية بالزنك والأحماض الدهنية. فيها مضادات للأكسدة، كتقوي العظام ديالنا لأنها غنية بالمغنيسيوم وكتساعد على امتصاص الكالسيوم، وكتساعد أيضا حتى على الهضم لأنها غنية بالألياف. يعني كما شفتوا معايا راه فيها فوائد كثيره، ومن الاحسن اننا ندرجوها في النظام الغذائي ديالنا بشكل يومي. والوصفه اللي غنعطيكم اخواتي اليوم راه غتمكنكم انكم تاكلوها بشكل يومي نتوما ووليداتكم وتستافدوا منها. اذا غنبداو مباشره في الوصفه. هنا استعملت تقريبا نص كيلو ديال زريعه اليقطين. كتمسحوها، كتحاولوها كتمسحوها بواحد المنديل. من بعد هنا غنحمروها او نحمصوها. بالنسبه للطريقه ديال التحمير اخواتي كتحمروها باللي عندكم. بغيتو تحمروها في الفران كديروها هكا في الطاوه ديال الفران وتدخلوها، غير ما تجهدوش عليها العافيه. ضروري تحمر على نار اللي مهيله، او بالنسبه للفران الكهربائي 180 درجه، يعني ما نديروش ليها درجه عاليه ديال السخونيه باش كتحافظ على القيمه الغذائيه ديالها. ولا كتحمروها اللي عنده الاير فراير راه كيحمرها فيه، ولا ممكن تحمروها في المقلاة يعني بحال غتقليوها ولكن تراقبوها بطبيعه الحال. اذا هنا بالنسبه لي انا اخواتي راني دخلتها في وضعتها في الصينيه ديال الفرن وحمرتها حتى كيبان لكم هكا اللون ديالها بدا كيتغير وكتولي مقرمشه. ملي كتهرسوها هكا بين صباعكم راه كتولي هكا يعني كتهرس بسرعه، يعني كتولي فيها القرمشه ما كتبقاش بارده بحال في الاول. اذا هنا انا الكميه الاولى كانت تحمرات والكميه الثانيه كانت مازال كتحمر. من بعد هنا خديت واحد الهاشوار صغيره اخواتي، غنوضع فيها واحد الكميه او القياس، وبطبيعه الحال راقبوها ما تحمروهاش اخواتي اكثر من القياس باش ما كتضيعوش الفوائد ديالها. اذا هنا بالنسبه للوصفات اللي غنشارك معكم، غنشارك معكم وصفه لدهن الخبز بجوج ديال الطرق اخواتي. اذا انا نحاول اني نطحنها مزيان حتى كتنيل وكتولي بحال الطحين هكا بودره. من بعد ما طحنتها مزيان اخواتي هنا غنضيف ليها العسل باش كنحليها. بالنسبه للناس اللي فيهم السكري اولا مقاومه الانسولين بطبيعه الحال ما تديروش العسل اولا تستعملوا محلل اللي هو طبيعي بحال ستيفيا. والناس اللي ما عندهمش مشاكل صحيه بطبيعه الحال راه تستعملوا العسل او السكر، يعني بكميه قليله ما تكثروش الكميه وكيبقى على حسب الذوق. من بعد هنا غنحتاج زيت الزيتون، غنبقى نضيفه بالتدريج وانا كنخلط حتى كطحن ليا هاد الزريعه مزيان اخواتي. بالنسبه للناس جاوني في التعليق في الفيديو اللي قبل ديال الوصفات اللي شاركت معكم ديال دهن الخبز، بعض الاخوات ما بغاوش يستعملوا زيت الزيتون. بطبيعه الحال ممكن توظفوا الزيت اللي بغيتو. الناس اللي متبعين نظام غذائي ممكن تستعملوا زيت ديال الكوكو او اللي بغيتو على حسب المتوفر. اذا هنا كيف ما كتلاحظوا معايا بقيت كنطحن فيها وكنضيف زيت الزيتون بالتدريج. هنا البذور اليقطين ملي كتستعملوا معها زيت الزيتون راه كتزيدوا اخواتي كتزيد الفوائد ديالها وكتزيد كتولي غنيه اكثر بالدهون الصحيه. كيف قلت لكم راه قلبوا على الفوائد ديالها، راه ضروري ندرجوها في النظام الغذائي ديالنا. اذا هنا بقيت كنضيف داك زيت الزيتون بشويه حتى حصلت على القوام اللي بغيت، هو هذا بهذا الشكل هذا اخواتي كيف ما كتلاحظوا معايا. يعني حضرت بها املو ديال زريعه اليقطين، كيجي لذيذ بزاف اخواتي. وبالنسبه للتحليه يعني حليو القياس اللي بغيتو. انا استعملت غير ملعقه صغيره ديال العسل، ممكن تزيدوا اولا تنقصوا على حسب الذوق ديالكم اخواتي. من بعد انا كنفرغها في واحد القاروره ديال الزاج، كتجي لذيذه بزاف اخواتي. وبهذه الطريقه هذه راه غياكلوها لكم وليداتكم وحتى نتوما غتوليو تفطروا بها هكا مع الصباح وكتستافدوا من الفوائد ديالها. اذا هنا
بالنسبة هذه الطريقة الأولى يعني استعملت فيها الزيت. الطريقة الثانية ما غنستعملش فيها الزيت نهائيا، غنحاول أنني نستخرج الزبدة ديال اليقطين بلا ما نستعملوا لا زيت لا حتى شي حاجة. إذا هنا كناخذوا آلة ديال الطحن، من الأحسن تكون نوعية جيدة واللي كطحن مزيان. غنوضع فيها هنا كمية ديال بذور اليقطين اللي محمصة كيف قلت لكم من قبل، ونحاول انني نطحنها مزيان حتى كتطلق الزيت ديالها. ضروري تطحنوا مزيان مزيان. هذاك الشيء علاش خاص تكون عندكم آلة اللي تكون جيده. اللي ما متوفرش عندهم هذه الآلة في المنزل بطبيعه الحال ممكن تطحنوا على برا عند العطار، وداك الشيء كتكون متوفره عندهم، يعني تحمصوا الزريعه ديالكم وديوها وطحنوها. اذا هنا اخواتي لاحظوا معايا، راه بديت ها هي ولات بهذا الشكل هذا، راه ولات يعني الحبوب ديالنا ولات على شكل طحين، وفي الاسفل راه بدات كتعقد وبدات كتطلق الزيت ديالها. اذا هنا غنستمر في الطحن ديالها حتى كتطلق ليا داك الزيت ديالها واللدام ديالها. ما نحتاجوش اننا نضيفوا فيها زيت الزيتون نهائيا. راني كثرت الكميه على القياس اللي خاصو تهزوا الاله، داكشي علاش خدات ليا شويه ديال الوقت. هنا بالنسبه للتحليه دائما حليو اما بالسكر او للعسل، ولا الناس اللي عندهم سكري من الاحسن انكم ما تستعملوش يعني بلا ما تحليو، او لا تستعملوا محلى اللي هو طبيعي كيف قلت لكم ما كيرفعش نسبه ديال السكر بحال الستيفيا او اي محلى نتوما متوفر عندكم. لان هنا غنحاول اني نطحنها مزيان حتى كتولي بهذا الشكل هذا، يعني كتولي معلكه وكتطلق الزيت ديالها. هنا راني كثرت القياس. هاد الاله عندي راه ما كتهش بزاف، تقريبا غير 125 غرام، وانا راني كثرت فيها الكميه. داكشي علاش شدت لي شويه ديال الوقت وما طحنتش ليا كيف بغيت، ولكن غندير كميه اخرى قليله وغتشوفوا كيفاش اخواتي كتبقى يعني كتخرج لنا الزيت ديال. ما نحتاجوش اننا نضيفوا الزيت. لاحظوا معايا من بعد ما طحنت انا غير كميه قليله كي ولات هكا تلقات ليا الزيت ديالها. اذا هنا درتهم في قارورات ديال الزاج وتحتفظوا بهم اخواتي في الثلاجه. وقت ما بغيتوهم كتجبدوهم مع الصباح تاكلوهم، اما كتستغلوهم بهذه الطريقه هذه اللي خدمت معكم اخواتي. هذه القاروره الاولى هي بذور اليقطين بدون زيت، يعني زبده بذور اليقطين. وفي هذه القريعه الثانيه خدمناها على شكل املو بالزيت اخواتي، كيجيو بجوجهم ولداد هكا. ضروري اخواتي تفطروا بهم مع الصباح، او لا تاكلوهم على شكل حبوب، يعني تحمصوهم بلا ملحه، تحمصوهم او لا تحمروهم وتاكلوهم بشكل يومي، تقريبا من بين 20 حتى 30 غرام بشكل يومي. راه الفوائد ديالها كثيره، كتمنع التساقط ديال الشعر، كتقوي العظام، غنيه بالزنك اخواتي بالمغنيسيوم، وايضا كتساعد على امتصاص الكالسيوم. عندها فوائد كثيره، غير قلبوا عليها اخواتي. وحتى مفيده حتى الرجال اخواتي، بالنسبه مفيده حتى الرجال ماشي غير النساء. راه قلبوا على الفوائد وغتلقاوهم هنا. حاولت انني نوريكم دهنتهم لكم الوصفات بجوج في الخبز، لا بالنسبه لزبده اليقطين ولا ايضا املو ديال اليقطين. نتمنى اخواتي من كل قلبي الفيديو اللي شاركت معكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتوظفوا هاد البذور هذه اخواتي لوليداتكم باش يعني تقويوا المناعه ديال وليداتكم، تقويوا المناعه ديال وليداتكم وديالكم ان شاء الله. نتمنى من كل قلبي الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش اخواتي من تشجيعاتكم، من تعاليكم الطيبه، تبارطاجيو ان شاء الله الفيديو مع الاحباب ديالكم باش تعم الفائده. تلاقاو ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جداد. مع السلامه.